قمة كروية من العيار الثقيل ينتظرها اليوم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم والمغاربة بشكل خاص، مدعوما بجمهوره العريض في كل مكان ومعززا بالثقة التي اكتسبها كأحد أبرز القوى الكروية العالمية في السنوات الأخيرة. يخوض المنتخب الوطني المغربي اليوم أولى مبارياته برسم مونديال 2026 أمام منتخب البرازيل في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. مواجهة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لأسود الأطلس الذين يسعون إلى إثبات جدارتهم التاريخية بعد إنجازهم الاستثنائي في مونديال قطر. تقرير محمد مراد خيطة. مرحلة التركيز القصوى يدخلها المنتخب الوطني قبل قص شريط مهمته المونديالية أمام منتخب البرازيل. مباراة افتتاحية حضر لها الناخب الوطني محمد وهبي منذ أزيد من أسبوعين، رفع خلالها نسق التدريبات اليومية تدريجيا ليتماشى مع أحوال الطقس في الولايات المتحدة. حصة تدريبية بمشاركة جميع الأسود في أجواء مفعمة بالثقة والتفاؤل. تفاؤل بانطلاقة موفقة على حساب واحد من أقوى المنتخبات في العالم، فالفوز عليه سيسهل مأمورية التأهل في الصدارة. مباراة لن تكون هينة على كتيبة محمد وهبي لما تمثله من أهمية بالغة في رسم ملامح العبور المبكر وتعزيز الحظوظ في اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، غاية يسعى المنتخب إلى بلوغها منذ الوهلة الأولى، أملا في تكرار إنجازات مونديال قطر قبل 4 سنوات. وقبل اللقاء الحاسم مساء اليوم أمام منتخب البرازيل، عقد الناخب الوطني محمد وهبي أمس بنيوجيرسي لقاء مع وسائل الإعلام قال فيه إن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد البرازيل بثقة، وأن معنوياتهم عالية خصوصا بعد المباراة الجيدة أمام النرويج. تفاصيل الندوة الصحفية في تقرير ابتسام أدريس. موقعة المغرب والبرازيل في مونديال 2026 أمريكا كندا والمكسيك موعد يخرج من نفق الترقب نحو واقع أكثر وضوحا بين طموح جيل لا يعرف معنى الاستسلام وتاريخ عريق يتمسك بهيبته. لن تكون مواجهة للنسيان. Bonjour à tous. Good afternoon everyone. نعلم جيدا قيمة اللاعبين البرازيليين وما يمتلكونه من إمكانات كبيرة. لقد واجهت فينيسيوس جونيور في عدة مناسبات وأعرف جيدا قدراته الاستثنائية، فهو لاعب من الطراز رفيع، شأنه شأن بقية عناصر المنتخب البرازيلي. علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز وأن ندافع بقوة وانضباط طوال المباراة. لقد استعددنا جيدا لهذا التحدي خلال التدريبات، ونحن جاهزون لخوض هذا النزال بثقة كبيرة في إمكاناتنا وفي العمل الذي قمنا به خلال الفترة الماضية. أسود الأطلس الذين صنعوا المعجزة في قطر يدخلون هذا الموعد بإيمان راسخ بأن قطار التاريخ لم يبلغ محطته الأخيرة، وفي بلاد العمسام سينطلق نحو آفاق أوسع. نعرف جيدا أسلوب لعب المنتخب البرازيلي، كما ندرك تماما جودة كرة القدم البرازيلية وما يملكه هذا المنتخب من لاعبين مميزين، لكننا بدورنا نمتلك عناصر ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة في أعلى المستويات. يطلق على المغرب أحيانا لقب برازيل إفريقيا، وهو ما يعكس الإمكانات الفنية التي يتمتع بها لاعبون، وبفضل العمل الجاد والاستعداد الجيد سنسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا فوق أرضية الملعب، مستفيدين أيضا من الدعم الكبير للجماهير المغربية. في كأس العالم لا يمكن الحديث عن فريق أفضل من آخر، فالحظوظ تكون متقاربة بين جميع المنتخبات، خاصة في المباريات
المباراة الإقصائية. نحن ندرك جيدا جودة المنتخب البرازيلي كما نثق في جودة المنتخب المغربي وإمكاناته. أتوقع مباراة متوازنة ومتكافئة، وستحسم على الأرجح بالتفاصيل الصغيرة ومدى فعالية كل فريق في استغلال الفرص التي تتاح له. نأمل أن نكون الطرف الأكثر تركيزا ونجاعة على المستوى الهجومي، وأن نترجم الفرص التي نصنعها إلى أهداف. الإطار الوطني محمد وهبي رفع من وتيرة التحضيرات إلى أقصاها بعد أزمة الإصابات، مدققا في كل التفاصيل التكتيكية ومطورا أسلحة فتاكة استعدادا لمعركة أمام منتخب لاتيني يحمل في جعبته خبرة عقود من الإنجازات الكبرى. جميع اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض هذه المواجهة المهمة، وكما هو الحال بالنسبة لبقية اللاعبين لن نغير كثيرا من أفكارنا أو نهجنا، لأننا قدمنا مستويات جيدة حتى الآن وسنواصل العمل بالطريقة نفسها. كونها المباراة الأولى لنا في كأس العالم لا يعني أننا سنغير كل شيء، فقد استبقنا الأمور وأخذنا بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة بما فيها إمكانية حدوث بعض التغييرات داخل المجموعة، وهو ما لن يؤثر كثيرا في خططنا. بالطبيعة نأسف لغياب نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي، لكننا نمتلك بدائل قوية ولدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين القادرين على تعويض هذه الغيابات وتقديم الإضافة المطلوبة. ترقب جماهيري لآخر المستجدات لمواجهة ليست بالعادية. الفوز على منتخب البرازيل يعني كتابة الفصل الأول في ملحمة لم تكتمل بعد، وما زالت كل الاحتمالات مشتعلة على وقع الحلم الكبير. سهل المنتخب المغربي مبارياته في المجموعة الثالثة بمواجهة قمة مرتقبة تجمعه بنظيره البرازيلي. منتخب سود الأطلس يدخل المواجهة التي يحتضنها ملعب ميت لايف في نيوجيرسي على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على عبور دور المجموعات دون مشاكل. وتشهد صفوف المنتخب غيابات وازنة، حيث تم استبعاد كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أكراد بداعي الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نصير مزراوي الذي يعاني من كدمة على مستوى الكتف. ويسعى منتخب المغرب للذهاب بعيدا في البطولة بعد أن حل رابعا في نسخة قطر قبل 3 أعوام ونصف. ما كان للملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية للمونديال إلا أن يدخل أجواء البطولة بمواجهة من العيار الثقيل تجمع المغرب رابع النسخة الماضية بالبرازيل البطل التاريخي للمنافسة. أسود الأطلس وفي أول اختبار رسمي للمدرب محمد وهبي يدخلون اللقاء بعدما فرضت الإصابات تعديلات في القائمة والحسابات مع خروج منتخب البرازيل في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، مواجهة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لأسود الأطلس التي كان آخرها التعادل مع النرويج. فالمنتخب المغربي عازم على تأكيد أن ما جرى في قطر قبل 4 سنوات لم يكن حدثا عابرا، وكذلك تسوية ما يبدو وكأنه حساب عالق منذ أن التقى الطرفان في مونديال فرنسا قبل 28 عاما. جميع اللاعبين مستعدون، صحيح أننا غيرنا لاعبين ولكن جميع الآخرين جاهزون للمشاركة في المباراة، وطالبي هو حل وهناك لاعبون آخرون. لن نغير مبادئنا وأظهرنا أشياء جيدة، وليس لأننا نلعب مباراة أولى في كأس العالم معنى ذلك أننا سنغير كل شيء، لا. البرازيل في المقابل تستهل جولة جديدة من مطاردة حلم النجمة السادسة، ومع ضربة البداية التي تأتي بعد 3 أيام من الاحتفال بعيد ميلاد المدرب كارلو أنشيلوتي 67 يأمل السيليساو أن يفتتح المونديال على أفضل نحو ممكن بذكريات تتويجه الرابع على الأراضي الأمريكية قبل 32 عاما. فرغم غياب النجم نيمار عن مستهل المسيرة والحاجة إلى خروج ويزلي من القائمة وتعويضه بإيدرسون للإصابة، يظل المنتخب البرازيلي فرس رهان دائم في كأس العالم لقطاع واسع من المتابعين. نيمار يبذل جهدا كبيرا لكي يتعافى سريعا، نأمل أن يعود للتدريبات في الأسبوع القادم. ونيمار أيضا مهم للفريق لخبرته وهو نموذج وقدوة للاعبين الشباب. المباراة المرتقبة تأتي بعد استضافة المدينة لمواجهتين في سلسلة نهائي دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA بتفوق إجمالي للفريق المحلي نيويورك نيكس.
فهي تبدو في هذه الأيام وكأنها عاصمة الرياضة العالمية بجمع أبرز المنافسات شعبية حتى في كرة القدم. هنا في القلب النابض لكبرى المدن الأمريكية سيكون الجمهور المغربي أو البرازيلي على موعد للاحتفال بعد نهاية مباراة تجمع البلدين تحظى بترقب كبير.